السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنتكلم عن الحمام. دلوقتي يا جماعة جاي لكم في موضوع عند الحمام. يا جماعة بصراحة انا شايف بصراحة ان هو موضوع مهم جدا لكل مربين الحمام بصراحة، وانا شايف ان كل مربين الحمام بصراحة يا جماعة هيعجبوا بصراحة بالفيديو بتاع النهاردة. وحتى الناس اللي هي مش بتربي حمام بصراحة الفيديو ده انا شايف ان هم برضك هيعجبوا بيه جدا، عشان خاطر برضك لو فكروا مثلا يربوا حمام بعد كده يبقوا عارفين مثلا المعلومة دي. نخش في الموضوع على طول يا جماعة. دلوقتي مثلا لو انت مثلا غاوي حمام جديد، او مثلا بقالك سنة او سنة ونص مثلا ما عندكش مثلا خبرة في الحمام قوي، هقول لك مثلا على فكرة ان انت مثلا ممكن يتنصب عليك في الحمام وتزهق، وممكن مثلا تفشل في مشروع الحمام، وممكن ما تربوش تاني. دلوقتي يا جماعة دلوقتي مثلا انت لو مربي حمام مثلا بقالك سنة ولا سنة ونص مثلا، وعامل مثلا ما شاء الله يعني عامل عشة يعني مثلا كبيرة، وعندك مثلا فيها حوالي مثلا 20 جزء أو 30 جزء مثلا أنواع ما شاء الله، مثلا جمعيات على شكلبازيات، أنواع كويسة يعني. والأنواع ديت مثلا شغالة عندك، فانت طبعا ضامن ان الحمام ده شغال عندك، هو بالفعل بيبقى شغال عندك. وانت جيت لك فتره، انت جيت لك مثلا قرار كده في دماغك مره واحده اللي انت عايز تبيع الحمام ده، وعايز تجيب انواع اعلى، عايز تجيب دم جديد في العشه بتاعتك وتجيب انواع اعلى من الحمام اللي عندك. فانت بتتفق مع تاجر ويجي ياخد الحمام اللي عندك ويديك الفلوس وتزود عليها مثلا مبلغ، وتجيب مثلا حمام عندك الحمام اللي انت عايزه يعني، او اللي انت بتتمناه، او اللي انت شايفه مثلا هيكون حلو في عشتك، يعني يكون حمام غالي يعني، وتحطه في العشة بتاعتك، كل واحد زي ما هو عايز يعني. دلوقتي مثلا ممكن يتنصب عليك ازاي؟ انت طبعا بتتفق مع تجار، بتتفق مع تاجر. دي طبعا يا جماعه شغلانه التجار، ممكن في تجار يا جماعه ممكن يعملوها، ومش كتير، ممكن واحد ولا اتنين او قله يعني ممكن يعملوها. فبصراحه يا جماعه بيكسبوا بصراحه من الخدعه اللي هم بيعملوها ديت، لانها بصراحه يا جماعه نصب، وبيكسبوا منها مبلغ كبير، بيكسبوا منها من غير مجهود، بيكسبوا منها من بلاش. دلوقتي مثلا انت عندك 20 او 30 جزء، وبتتفق مع التاجر اللي انت يجي يشيل منك الحمام ده. فطبعا التاجر فبيقول لك مثلا عشان خاطر برضك ده برضك يعني حمام برضك مش جزئين تلاتة، ده طبعا 20 او 30 جزء. فبيبقى التاجر جاي بيبقى خايف ان هو يشيل الكمية دي كلها، ان هو مثلا الحمام مثلا يظهر عنده مرض، او الحمام مثلا يموت، فبيقول لك انت بتبيع الحمام دي ليه؟ فانت مهما تقول له ان انا مثلا ببيع الحمام ده عشان خاطر مثلا ابيع اجدد مثلا، او عايز اجيب انواع اعلى وكده، فبيقول لك مثلا انا عايز ضمان للحمام ده، عايز ضمان ان الحمام ده شغال، وان الحمام ده مثلا ما عندوش امراض، او مثلا مش هيموت يعني، لو انت مديله مثلا ما عندوش امراض. فانت بتديهوله وبتقول له مثلا الحمام ده ضمان لمدة اسبوع، ضمان لمدة اسبوع، ان هو لو ظهر عنده اي امراض في الاسبوع ده الحمام ده بتاعي. جوز بقى 2 3 10 20 30، اي حمام، اي فرد حمام عندك يموت او يظهر عنده مرض، انا هشيل تكلفته لوحدي. تمام كده. ممكن بقى التاجر بقى دي شغلانته بقى، ممكن بعد ما ياخد منك الحمام ويديك الفلوس، الفلوس كلها انت خدتها معاك اهيت، وياخد الحمام ويسافر بيه بلده. ياخد الحمام يعمل خدعة كده بصراحة يا جماعة، بيعمل خدعة ويبين ان الحمام ميت، وكمان عشان خاطر تتأكد، عشان خاطر برضك ما يبانوش عليك التليفون ويقول لك ده الحمام ميت، انت ممكن ما تصدقهوش. بيصور لك فيديو 10 او 20 ثانية، او ممكن كمان دقيقة او نص دقيقة كمان، او ممكن اكتر من دقيقة، ويبين لك قدامك ان الحمام ميت. هو في الحقيقة الحمام ما بيبقاش ميت، بس انت هتصدق الخدعة دي، لان الحمام قدامك مش ماسكه وحطه على الارض ومصوره لك فيديو، والحمام ما بيتحركش، يعني قدامك الحمام كأنه ميت بالظبط. دلوقتي يا جماعة أنا يعني أنا هشرح لكم دلوقتي شفوي هو بيعمل إيه في الحمام، وبعدين هشرح لكم نظري قدامكم. دلوقتي يا جماعة هو بيجيب فرد الحمام، بيمسك رقبته، دماغه،
ويمسك جناحه ويمسك جناحه ويرفعه لفوق، ويمسك دماغه ويتنيها ويعديها ويعدي دماغه ما بين جناحه من فوق، وينزل الجناح تحت. يعني ايه؟ يخلي الجناح ما بين دماغ فرد الحمام وصدره، بحيث ان الفرد الحمام ما يعرفش يحرك دماغه، ما يعرفش يطلع دماغه من جناحه. وبيبقى ماسك في الفترة ديت بقى، بيبقى ماسك الفرد الحمام من ورا، من عند جناحه من ورا كده، لمدة مثلا 10 ثواني. في الفترة ديت الحمام يعني ايه بيحصل له كده مثلا زي تنويم مغناطيسي، تحس كده ان الحمام نايم، فيبان ان هو قدامك ان هو ميت. تمام كده يا جماعة، اتمنى تكون المعلومة وصلت لكم شفوي. دلوقتي يا جماعة انا هشرح لكم نظري، وهجيب الحمام وهحطه قدامكم، واعرفكم ازاي يا جماعة ان الحمام ده ميت. وهوري لكم الحمام ده. يعني طبعا يا جماعة انا مش هعرف امسك الحمامية واقول لكم هو بيعملها ازاي، لان طبعا يا جماعة يعني ما حدش بيصور معايا، انا اللي ماسك التليفون وانا اللي بصور. انا دلوقتي شرحت لكم هو بيعمل ايه. قلت لكم يا جماعة هو بيمسك رقبة الحمامية وبيتنيها لتحت، ويرفع ويحط رقبتها دماغها فوق دماغها فوق جناحها، يعني بحيث انه يخلي الجناح ما بين الدماغ وما بين الصدر، بحيث ان الحمامية ما تعرفش تعدي دماغها من الجناح، وتفضل ثابتة. وممكن يحطها على الارض وتفضل كده نص دقيقة، تحس كده ان هي نايمة كده، فهي تبان قدامك ان هي ميتة. فطبعا يا جماعة في الحالة ديت لازم تخلي بالك كويس جدا ان الحمامية حتى لو ظهرت قدامك بالمنظر ده، فين دماغها، عشان يثبت لك ان الحمامة ميتة قدامك فعلا. لازم تاخد بالك محترية، اصل هو بعد ما يعمل لك المنظر ده انت مش هتاخد بالك من حتة دماغها، انت هتظهر قدامك ان الحمام ميت. فبالتالي طبعا هترجع له الفلوس، يبقى هو كده خد الفلوس منك. خد الحمام ببلاش، منك، وهيروح يبيعه كمان. يعني كده كسب من ناحيتين، كسب انه خد الحمام ببلاش وراح باعه. يعني بصراحة يا جماعة نصب، مفيش اكتر من كده. دلوقتي يا جماعة انا هبين لكم وهعمل لكم قدامكم الحمامة وهي نايمة على الارض، وهصحها قدامكم. تمام، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، الحمام قدامكم اهوت. دول التلات حمامات، شوفهم قدامكم. بالله عليكم، الحمام ده قدامكم مش ميت. في الحقيقة يا جماعة، وفي الواقع الحمام ده مش ميت يا جماعة، الحمام ده صاحي. وانا يا جماعة دلوقتي لما اخلص معاكم، انا بمجرد بس ما هلمسهم كدهوت الحمام هيطير، ولا كأن حصل له اي حاجة خالص. الحمام يا جماعة انا عامل لهم حركة مخلياهم عاملين كده. دلوقتي طبعا لو واحد عمل لك الحركة ديت، التاجر عمل لك الحركة ديت وقال لك الحمام مات وبعت الفلوس، قول له فين رقبة الحمام، الحمامية يا جماعة اهيت من غير رقبة. شوف يا جماعة الحمامية دماغها فين اهي، والتانية اهي دماغها يا جماعة اهي، لوها تحت الجناح. مش عارفة تحرك دماغها، تحط في الوضع الطبيعي عشان خاطر جناحها حيش الدماغ. خلاص يا جماعة، ولو فضل كده يا جماعة يوم كامل مش هيحصل أي حاجة خالص، هيفضلوا زي ما هم، لأنهم مش عارفين اهوت يا جماعة. لو انتوا لاحظتم وقرب كده اهوت هتلاقي الحمامات بتتحرك. بس طبعا يا جماعة اللي بيصور بقى بيكون محترف، عشان خاطر طبعا تبعته الفلوس، بيصور طبعا من بعيد كده اهوت عشان خاطر ما تبقاش واخد بالك، ويحرك لك بقى الكاميرا بقى على الحمام بقى، لو 20 جوز او 30 جوز بيحرك لك عليهم. تخيل بقى لو 20 جوز او 30 جوز مثلا في مكان واسع وصورهم لك كده مرة واحدة، هتصدق مرة واحدة ان الحمام كله مات. فانت طبعا من طيبة قلبك
ما انتش يعني طبعا من طيبة قلبك يعني ومش واخد بالك، هتديله الفلوس من قلة خبرتك، ما انتش عارف طبعا، انت اديت له، انت متفق معاها ان الحمل لو حصل له حاجة هتديله الفلوس وتطول بالضمان، دي اتفاقية طبعا، فعشان كده انت بتديله الفلوس. اهوت يا جماعة الحمل قدامكم اهو، لو فاضل كده يوم كامل مش هيتحرك اهو. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم اللي اشترك، اللي شاهد الفيديو لحد دلوقتي يعمل لي لايك، عشان خاطر انا عايز الفيديو ده بالذات يا جماعة يوصل للناس كلها، اللي كل مربين الحمام اهوت يا جماعة، فرد حمام صح اهوت، صح اهو. طبعا اللي بيصور بقى فيديو يا جماعة مش بيغيب اوي كده، ممكن يصور لك مثلا 5 ثواني 10 ثواني ويقولك الحام كله مات اهو. اهوت يا جماعة، بالله عليكم يا جماعة أنا عايز الفيديو ده بالذات يوصل للناس كلها، سواء للناس أنا عايز الناس كلها تعمل لايك، سواء للناس اللي مربين حمام أو اللي مش مربين حمام. تعبا يعني والله العظيم يا جماعة، أنا عملت مجهود عشان خاطر أوصل للفكرة ديت، برضك عشان خاطر برضك لو حد برضك فكر يعمل مشروع حمام محدش يضحك عليه. أهوت يا جماعة النصيحة دي كمان أهيت، خليكم فاكرين يا جماعة أهي، هنحش الجناح كده أهوت أهي، والتانية أهي، هنحوش الجناح بس اهوت يا جماعة، ولا كأن كان حصل له اي حاجة خالص، برد حمام كان ميت وصح، سبحان الله. طبعا طبعا يا جماعة هو ما كانش ميت ولا كان في اي حاجة خالص، وطبعا بالحركة ديت بتبقى ايه يعني تنويم مغناطيسي، او يعني يعني بيجل حريته، بيحبس حريته ان هو يحرك دماغه، فطبعا دماغه طبعا رجله جسمه كله سايب على الارض، وممكن مثلا يحرك رجله يحرك جناحه، بس طبعا يا جماعة الرك على العين، طالما العين مغمية في الجسم عمره في حياته ما هيعرف يطير اهوت يا جماعة. اظن يا جماعة بصراحة فيديو النهاردة بصراحة فيديو جامد جدا، من احسن فيديوهاتي من اول ما عملت القناة بتاعتي، بصراحة فيديو جامد جدا. وانا بصراحة يا جماعة بالله عليكم اي حد يكون تابع الفيديو لحد دلوقتي يعمل لايك في القناة، اعمل لايك يا جماعة، اعمل لايك مش هتخسر حاجة، لان انا محتاج اللايك اكتر من الاشتراك في القناة، لان اللايك يا جماعة هيخلي اكبر عدد من الناس، وانا بصراحة محتاج ان الناس كلها تشاهد الفيديو ده، سواء مربي حمام او مش مربي، لان ممكن واحد مش مربي حمام وبيفكر يربي حمام يشوف الفيديو ده مثلا ياخد معلومة كويسة ان هو مثلا ما ينضحكش عليه، بس انا عايزه بس يوصل للمعلومة دي ان ما حدش ينضحك عليه بس يا جماعة، ويا ريت كل تاجر يراعي ربنا في الفلوس اللي هو بياخدها، او يعني ما ينصبش على حد. اي نعم احنا عايشين في ايام اقتصادية صعبة ماشي، بس الفلوس الحرام والله العظيم بتاخد الحلال معاها، فيا ريت يا جماعة اي حد يراعي ربنا في اي قرش بياخده. بس يا جماعة دي كان فيديو النهاردة، يا ريت الفيديو بتاعنا هيكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.